التمر وصل لمجي مرصف يعمل الكيف. تمر فرشك وجوته من أحسن ما فما. عندك الشوا قدامك، وأمجي تجيب لك زادة تمر أمجي جام. الماركة اللي تقدم لك أحسن كاليتي بأعز سوق. أما كان نسأله زعما منين جات هالخيرات؟ منطقة الفوار من ولاية قبلي. في واحد غير ما التمر هو أصل وتقاليد وتاريخ. تمور كما تعرف في المناطق هذه من أجود الأنواع، هي تمور بيولوجية باعتبار نستعمله إلا في المدخلات الطبيعية، وذات جودة عالية معروفة على المستوى الوطني ومستوى العالمي. أمجي اختارت التمور هذية خاطر عندها عديد الامتيازات اللي هي التكستور نتاعها، الطاي والكولور اي سيرتو الجو نتاعها. تعتبر تمور قبلي من أجود أنواع التمور اللي تتباع في الأسواق العالمية. على ذاك باش توصل للجودة هذه لازم مراقبة لسلسلة الإنتاج منذ بدايتها. احنا مراحل الانتاج نجوا هنا على عين المكان وين المزود باش نراقبوا الكاليتي نتاع الدقله نتاعنا، سيرتو احنا نراقبوا التكستور، الكولور، الطاي نتاع الكعبه، الجو، زاد لوميديتي معناتها اسكو الكعبه فيها شياح ولا ما فيهاش شياح، باش نوصلوا الحرفاء نتاعنا منتوج ذات جوده. أول ما نبدأ بعملية التلقيح نشوف عملية التلقيح كانت معناها مجدية وما فيهاش صيص والتمرة وافرة، ثم تو بدينا نختموا العرجون نقصوا منها شوية باش كيف الكعبة تبدأ وافرة وتبدأ ذات جودة عالية، معناها حماية العراجين من الأمطار من الدودة التمر. معناها عديد ديما الفلاح يراقب من النخلة العام على أخوه، يكمل الموسم هذا يبدأ في الموسم الجديد، معناها ديما عمل متواصل، وخاصة بالنسبة لعملية السقي بالمياه معناها تكون منتظمة. إذا كان الفلاح يقوم بالعمليات هذه في وقتها وبالطريقة معناها المثلى بقدرة ربي معناها تكون نتائج معناها إيجابية. هدف أمجي والمزود أنه المنتوج يكون عالي الجودة وبسعر مرفق. احنا تو نزودوا في الأمجي بالمنتوج هذايا، وعلاقتنا معناها تبنت على الثقة أهم حاجة. احنا اخترنا سي توفيق باش نتزودوا من عنده في التمور، خاطر كانت المعاملة معاه ماهيش أول مرة، تعاملنا قبل وكانت النتيجة مثمرة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحرفاء نتاعنا. وصلنا لهم معناتها ان برودوي دو كاليتي افيك دي بري ابوردابل. تقاليد الإنتاج في المنطقة والحرص على منتوج ذو جودة يخلي تمر أمجي من أحسن ما تذوق وقت ما تحب. احنا الدقلة موجودة على 12 شهر في الأمجي، معناتها تتباع على عام كامل. هي وجبة قبل أهلنا كانوا ياكلوا إلا في الدقلة والحليب. كي تشري الدقلة من أمجي فإنك باش تاكل منتوج متميز في رمضان ولا في سائر الأيام. الدقلة بأنواعها ومنها دقلة أمجي جام هي عنوان الأصالة والتقاليد الكبيرة لواحات الجنوب التونسي.